أصدقائي الأعزاء، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايبين ميكس غريب قوي من مولتو ماجنم. معرفش الميكس دوت ايه. كراميل بالملح. ما تيجي تقعد بالملح، حاجات غريبة الصراحة. شركة ماجنم. اتفضل في الريسبشن سيادتك. أصدقائي الأعزاء، ازيكم عاملين؟ يا رب تكونوا بخير. زي ما الأستاذ كده مالك، النهارده الفيديو ده بناء على رغبة وتكلفة وإنتاج مالك. يعني بصوا، عايزين بقى إيه؟ اتكوا على إنتاج دي قوي. هي المنتج النهارده. المهم هي كانت بتشتري شويه حاجات من السوبر ماركت، فقالت لي انا شفت حاجه جديده فقلت اجيبها لك تجربها. وانا بقالي شويه فيديوهات عمال اعمل باتيه مولتو فينو مش عارف ايه. المهم في منتج جديد مولتو منزلينه، او مولتو ماجنم منزلين مولتو ميكس، يعني طعمين في نفس المولتو، منهم طعم شدها، فهو ده اللي خلينا نعمل الفيديو بتاع النهارده. المهم سيادتكم، بعد اذنكم قبل ما نبدا في الفيديو تحطوا اللايك المتين، تكتبوا كومنت حلو، تصلوا على النبي وتدعوا لامواتنا واموات المسلمين. تخليهم يعملوا زر الجرس عشان ما تنسوش تعملوا زر الجرس عشان اول ما تعمل اي فيديو يظهر لهم زي ما هو قال كده بالظبط. تمام، تعالوا بقى نشوف ايه الاطعمه اللي معانا. معانا 3 اطعمه جداد من مولتو ماجنم ميكس، واغرب طعم فيهم هو ده اللي هنسيبه للاخر، وهو الطعم ده. تمام، ده بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك كرواسون محشو بالكراميل المملح والكريمه. فانا اول مره اعرف ايه الكراميل المملح. يعني اعرف الكراميل ده بيبقى حلو، انما الكراميل مملح دي جديده شويه. تمام، وتاني طعم معانا وهو محشو بطعم تشيز كيك الفراوله والكريمه. ده معمول منه دومتي، بس الطعم ده احنا ما لقيناهوش، اللي هو تشيز كيك. تمام، واخر طعم بقى، وده حاجه ممكن تكون عاديه شويه، ده شوكولاته وكريمه. دي معروفه، حاجه معروفه انما دول جداد. وسعر المولتو ماجنم ميكس اي طعم منهم 10 بلبل. وبتك على بلبل قوي، الناس بتناديني في الشارع تقول لي 35 بلبل. تحب نبدا بايه يا عم مالك؟ نبدا بالكراميل المعروف. لا، خلي الكراميل ده اخر حاجه عشان الناس تتفرج على الفيديو. تعالى نبدا بالحاجه لا الكلاسيك ده، وهو شوكولاته وكريمه. تمام، الانتاج حضر يا جدعان، المنتج بتاعنا قاعد دلوقتي عشان خاطر يدوق. تمام، فالانتاج قاعد عشان يدوق. الانتاج اللي مكلف وصارف. تعالوا نفتح كده ايه هذا الكرواسون. الواحد ما بقاش عارف باتيه من كرواسون، الدنيا داخله في بعض خالص. وده كده شكله، والله على الريحه، الله على الريحه، الله على الريحه، الريحه جامده. تعالوا نشوفه من النص. طبعا احنا شفنا الحشوه قبل كده بتاعه، طبعا حشواتهم جامده جدا. بصوا كمية الحشو، باين هنا ان هنا في ميكس، يعني دي شوكولاتة ومعاها كريمة. بصوا يا جدعان المنظر من جوه منظر جامد، وحاسس الطعم هيبقى حلو. تعالى ناخدوا الحتة دي اللي محقون منها. ندوق بسم الله. بالنسبة للشوكولاتة بالكريمة ده يا جدعان طعمه الصراحة تحفة، بس انا مش حاسسها كريمة قوي، يعني انا حاسسها ايه، يعني شوكولاتة مع شوكولاتة بيضة. بس ام مالك بتقول لي ايه، مدي شوية على كريمة، بس انا مش حاسسها. بس هو في الاجمالي الميكس حلو. تديله كام يا عم مالك؟ 10 من 10. تديله كام يا ام مالك؟ المنتج لازم نهتم بالمنتج والمنتجين. 9 من 10. انا كمان هديله 9 من 10 عشان ما حسيتش الحته بتاعت الكريمه قوي. تعالوا بقى بعد كده نجرب ايه؟ التشيز كيك الفراوله والكريمه. يلا بينا نفتح. والله بجيب لكم حاجات حلوه. اول ما فتحته ريحه التشيز كيك بالفراوله كده، لا في ريحه هنا مميزه ومختلفه عن الريحه اللي في التاني. ده شكله تمام. بابي شبه الكرواسون اللي ما هو ده الكرواسون، شبه الكرواسون. الكرواسون. تعالوا يا ابني بس بقى. تعالوا نفتح من جوه. وده كده شكله. هنا بصوا، هنا احمر يعني محمر شويه، ودي المفروض ان هي الكريمه. المهم يلا ندوق ونقول بسم الله. طعمها حلو بصراحه، جت في ايدي طعمها حلو قوي. بسم الله. ايه رايك فيه ده مالي؟ ده دي 2 من 10 عشان انا مش بحب السكر كتير. مسكر جامد صح؟ مسكر جامد، وحاسه مش ظابط كده معاهم. يعني الصراحه شوكولاته وكريمه كان احلى من ده. تقييمك ليه هتديله كام؟ انا قلت 2 من 10. 2 من 10. ممالي؟ ده بيجبي عليهم كمان. 5؟ لا انا اديله 6 من 10. تعالوا بقى اخر حاجه، واللي الصراحه لو طعمه حلو هيصدمني، وطعمه غريب. يعني ازاي كراميل مملح؟ حاجه غريبه يعني. فتعالوا نفتح طعم الكراميل المملح ده ونقفلها بالملح.
بيخترعوا حاجات غريبه عشان يطلعوا بيها ترندات. ده كده شكله، كلهم شكلهم شبه بعض. تعالوا نفتح ايه. بسم الله. ده بقى هنا لونه فاتح خالص يعني، بصوا. تمام. جاي عشان تاكلي. وانا اللي فاكرها جايه تساندني تقول لي جمله كده في النص. ماشي ماشي يا جدعان، الاهتمام ما بيتطلبش. بصوا ده من جوه ايه، لونه كده مدي على بيس شويه، لون الكراميل، وفي هنا الكريمه. صندوق. بسم الله. ده مملح بجد. الصراحه يا جدعان هو طعمه غريب وحلو في نفس الوقت، يعني اقرب حاجه ليه البونبوني اللي بالزبده. الصراحه انا عن نفسي عجبني، اكتر طعم عجبني هو الكريمه والشوكولاته، وبعدين الكراميل المملح، واخر حاجه اللي هو التشيز كيك والكريمه. بس كده هو الفيديو ده كان بتاع النهارده. الفيديو ما تنساش تحط اللايك المتين وانزل اعمل اشتراك في القناه. يا عم تعلي صوتك يلا يا جدعان نشوفكم فيديو جديد عشان تعبني وخنقني. يلا سلام. ثواني اقفله طب الاول.